بعض الرجال الذين ذكرنا أوصافهم ربما غفل عن طبيعة المجتمع من حوله، فممكن يترك زوجته بدون حاجة تخرج لتبيع وتشتري، لا أقول مع النساء بل مع الرجال، لثقته فيها وفي أخلاقها وعفتها وديانتها، ولكنه غفل عن طبيعة البشر التي ستتعامل معهن زوجته. هي هتروح تتعامل مع مين؟ فهي ستتعامل كما قال عمر في وصف الناس: إما مع البر وإما مع الفاجر. أنت مش عارف زوجتك هتروح هتشتري من مين، هل البائع ده رجل تقي ولا رجل فاجر؟ ويزداد الأمر سوءا لو خرجت بملابس لا ترضي الله. وأنا أقول لا يلزم من تبرج المرأة الطعن في عفتها، لكنه باب شر، فإنها تفتح أبوابا من الشر في المجتمع، أبواب على نفسها وأبواب على المجتمع. زوجها يظن بها خيرا لكنها لن تتعامل مع ملائكة، وليس كل من يراها ينظر إليها بعين التقوى فيصرف نظره عنها. لذلك من حصافة الرجل وغيرته وديانته أن يحترز لعرضه، كما أراد عمر أن يحترز لأمهات المؤمنين. زوجات النبي هن أطهر نساء، ما فيش خلاف في هذا، لكن اللي بيدخلوا عليهم مش كلهم كويسين، مش كلهم أهل تقوى. نفس الصورة خدها لأهل بيتك، أهل بيتك من أفضل الناس وأكثر الناس احتراما، لكن مش كل اللي زوجتك أو بنتك هتتعامل معاه على مستوى واحد من الديانة والأخلاق، بل ربما وقعت في شيطان إنس، ربما أطال معها الكلام، وربما دقق النظر إلى مفاتنها، وربما كاد بها ومكر فأوقعها في حبال الهوى وأنت لا تدري. وأنا أقول لك من واقعنا إن المفاسد المترتبة على مخالطة النساء للرجال لا تحصى، ومنه هذا البلاء الذي يسمى الفيسبوك، الذي تساهل الناس في مسألة الصداقة. فلانة صديقة معي على الفيسبوك، فلان صديق عندي عن الفيسبوك لو كانت امرأة. ايه صديق عندي؟ مفيش في الإسلام شيء اسمه صديق لصديقة ولا صديقة لصديق. والله لا أكاد أحصي عدد الخيانات الزوجية والفساد الأخلاقي الذي ترتب على مجرد أن فلان صديق لفلان على الفيسبوك. ومش لازم الفيسبوك، أي موقع من مواقع التواصل. فينبغي على الرجل أن يكون كعمر في طلبه المنزلة العالية